السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ أم عبد الجليل. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بوصفة الصابلي بالمعجون. نروح مباشرة للمقادير وكيفية التحضير. كنت وضعت هنا 250 جرام من الزبدة مع قليل من زبدة أوبلين وربع كاس من الزيت. بالنسبة للزيت يعتبر يعني كحافظ للحلويات ويحافظ على ذيك القرمشة، يعني كل إنسان يعمل بالطريقة اللي يعرفها. بعد ما ضربت الزبدة والزيت جيدا، نضيف 2 حبات بيض، كاس إلا ربع من السكر غلاس، قليل من المايزينا، رشة خميرة، واللايم بالفارينة. وما ننساوش كذلك منكه. أنا نستعمل منكه لافاني مع الزبدة، يعطيكم يعني ما شاء الله واحدة الرائحة تنفنف من بعيد. بعد ما لمتها بالفارينة خليها طرية كما وريت لكم باش يجيني الصبلي تاعي مرمل وهشيش. نطبع ونحطه في سنيوة تاعي يطيب. انا تقبته يعني باش يبان هذاك المعجون. نخلوه يطيب، يعني لازم حتى ياخذ هذيك التحميره الشابه من تحت، ماشي تحرقوه وماشي يعني تخلوه ابيض. هاوليك الصابلي تاعي بعد ما طاب، شوفوا يعني ياخذ هذاك الاصفرار او التحميره هذيك الخفيفه هذه كما راه واضح في الصوره. نخلو المعجون تاعي حتى يبرد، يعني انا بيتو ليله كامله باش يعني غدوه من داك درت له المعجون. ولكن هذوك اللي متقوبين هما سخونين نرشولهم سكر غلاس باش يلصق فيهم جيدا. بعد ما رشيتهم كامل بسلك غلاس جيدا، غدوة من ذاك هذه يعني صورت ووضعت هذاك السفلي درت له معجون وعاودت لصقته جيدا. ومكان الفتحة يعني باش يجيكم المعجون شباب كي تلصقوا الفوقاني مع التحتاني زيدوا ديروا شوية معجون في الوسط باش يجيكم هكا شباب ويجي يعني ما شاء الله. وما تنساوش يعني نوضعوها في الكيسات تاعنا ونحطوها في علبة ونستحفظوا عليها. نتمنى تجربوا الوصفة، راه صدقوني يعني العجينة راح تجيكم هشيشة، تجي ذوق ما شاء الله. جربوها، ما تنساوش تدعوا لي، والسلام عليكم.